من المعروف إن كل إنسان ليه عمر معين مكتوب في كتابه من أول يوم ميلاده، بيختلف من إنسان لإنسان وبتنتهي حياته بالموت. هل سألتوا نفسكوا سؤال، هل نفس الكلام ده بينطبق على الجن؟ يعني الجن بيموت ولا بيفضل لأبد الآبدين عايشين؟ على فكرة أنا مش هطول عليكم في إجابة السؤال، وهقول لكم إن فعلا الجن بيموت، وهوضح لكم معلومات كتيرة أنا واثقة إن انتوا أول مرة تعرفوها. تابعوا الفيديو، فيها معلومات خطيرة جدا، وأتمنى تشيروه علشان تعم الفائدة على الجميع. الجن بيموت يا جماعة، وليه عمر معين زي ما ذكر في الآية الكريمة في سورة الرحمن في الآية 26 تحديدا: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان. صدق الله العظيم. وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فبالتالي كما ذكر في كتاب ربنا الكريم وكما ذكر على لسان رسولنا الكريم إن الجن بيموت. تعددت أسباب الموت والموت واحد. طب هي إيه أسباب الموت عند الجن؟ الجن يا جماعة قبل ما أقول لكم أسباب موته إيه، الجن كلهم بيموتوا ما عدا إبليس. إبليس هو اللي هيفضل موجود إلى أبد الآبدين إلى يوم الوقت المعلوم. طيب إيه هي طرق أو إزاي بيموت الجن؟ الجن بيموت بكذا طريقة، من ضمنهم القتل أو المرض. أيوة الجن بيمرض عادي جدا وممكن يموت من مرضه، أو الشهب، ودي لنوعية معينة من الجن الذين يسترقون السمع، وده بيبقى سبب موتهم عن طريق الشهب كما ذكرت. علشان كده أنا حبيت إن أنا أوضح إن الجن لا بيموت يا جماعة. وفي ناس ما كانوش يعرفوا بيقولك لا الجن بيموت ازاي، هو زي الإنسان ده بيفضلوا عايشين؟ لا، والجن بيمرض وبيعيا. في ناس سألوني طيب هو الجن بيتغذى على ايه؟ الجن بيتغذى على العظام والدم. حبيت ان انا اوضح المعلومة كاملة. للي عايز يسألني او عايز يستفسر عن اي سؤال يشرفني ويسألني هنا في القناة. وبرضو ان انا زي ما حبيت ان انا في كل فيديو انصح اخواتي هنا الكرام ان احسن حاجة لتحصين نفسكم من الجن هي ذكر الله. دايما تجعل لسانك رطب بذكر الله وبقراءة القرآن الكريم، وخصوصا سورة البقرة جميلة بتحصنك من أي حاجة وحشة. وفي نفس الوقت أذكار الصباح والمساء والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، كل ده ما بياخدش منك أي وقت. اللي انت بتضيع يومك كله في تفاهات وموبايل وحاجات تافهة، صدقني ده هتحصنك من اي حاجة. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا من شر الانس والجن، لان الانس يمكن شرهم اكبر من الجن. اتمنى من الفيديو القصير ده اكون جاوبت على بعض المعلومات المهمة ووصلت معلومات لناس ما كانتش تعرف عنها اي حاجة. ربنا يحفظكم جميعا والسلام.